الأنثى إذا أشبعت في عاطفتها بالحلال لن تذهب إلى الحرام، لكن أنثى تعيش مع والد قاس لا يعرف كلمة الرحمة، لا يعرف كيف يشبع ابنته أو زوجته عاطفيا، يعرضها للحرام ويعرضها لمثل تلك القضايا. وليس هناك هدي أعظم من هدي رسول الله. انظروا إليه كيف كان يعامل فاطمة، كانت إذا أقبلت عليه قام إليها. يا من عندكم بنات لا يسمعون منكم إلا أرعن الكلمات، أنت كم تتودد لابنتك، كم تجلس معها، كم تحذرها من تلك الطعام التي بدأت تنتشر في المجتمع. أمر خطير والله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هي تسمع هذا من لسان أبيه. إن الأنثى مخلوق عجيب، تحتاج فيك أن ترى الرحمة وتحتاج فيك أن ترى الحزم، فإذا ما كنت معتدلا أقمتها على طريق الاعتداء. هكذا كان الهدي.